بتتقل الرموش، وهتستبدلي الماسكارا بالوصفه دي قسما بالله خطيره. انا مجرباها، انا ما بحطش ماسكارا خالص لان الماسكارا بتوقعلي. يوم الخميس اول حاجه يا جماعه كده انا قمت من النوم، رتبت اوضتي كلها تمام، وغيرت الديكور بتاعها وعملت كل حاجه، وصورت لكم فيديو يعني بالروتين بتاعي في الاوضه كده وانا بظبطها تمام. ودلوقتي بقى وقت ايه؟ وقت الشاور والسكين كير بتاعي، وهعمل كل حاجة تمام. فتعالوا معايا ونشوف خطوة خطوة ازاي بهتم بجسمي وبشعري وبكل حاجة، وتعالوا بينا بقى هنعمل فيديو النهاردة جامد. اول حاجة جهزت البيجامة جديدة اول مرة البسها تمام، وده لشعري وده بادي لوشن للجسم، ريحة وترطيب وكل حاجة تحفة. ودي يا جماعة كمان خطيرة بجد، بترطب ولونها حلو، هي تقريبا اصلا خلصت يعتبر، شايفين خلصت من كتر ما انا بستخدمها ومن كتر ما هي بترطب حلو وبتدي جلاس كده للشفايف وبتدي لون وكل حاجة لطيفة جدا. هستخدم المعجون ده، المعجون ده حلو قوي يا جماعة وبينضف وبيخلي فيه ريحة حلوة قوي في السنان. وتعالوا بقى اقول لكم نوع الشامبو اللي انا هستخدمه لشعري. عايزه اقول لكم ان الشامبو بتاعي خلص حرفيا، ما عادش فيه حاجه غير يعني دي بس، يعني هي مش باينه كمان علشان هو لونه شفاف خالص، يا دوبك هغسل بيه بس يعني طرطوفه شعري حرفيا علشان هو خلص. ده الشامبو اللي انا بستخدمه، بينضف الشعر وريحته خطيره. وطبعا ناويه ان انا اشتري حاجات كتير قوي الفتره الجايه، وهعمل لكم فيديو بالمشتريات وحاجات او السكين كير والحاجات دي وحاجات للشعر ومنتجات للشعر والبشره وكل الكلام ده. استنوا فيديو مني هيبقى خطير. طيب دلوقتي يا جماعه انا خدت الشاور ولبست الازاله عشان اصلي، وهنعمل السكين كير بعد ما نصلي. يلا بينا. طبعا هصلي ركعتين الضحى. استخدم يا جماعه المخمريه دي حلوه قوي وريحتها حلوه جدا، انا يعتبر خلصتها اصلا من كتر ما هي حلوه وريحتها تحفه. شايفين فاضل فيها ايه بس؟ وده اهم حاجه بعد الشاور، ان انت تعطري جسمك بديودرنت او بادي لوشن او مخمريه او اي حاجه، يعني بالذات في الحر ده يا جماعه ترطبي جسمك او تعطريه بالحاجات دي لازم بعد كل شاور. وطبعا الحاجات دي وانتي قاعده في البيت بس، لان لو خرجتي بيها حرام. فالحاجات دي ريحتها حلوه قوي يا جماعه، ولازم تعطري بيها جسمك وانت قاعده في البيت علشان طيب يعني نهتم بس بجسمنا لا، بس في كمان حاجة مهمة قوي وهي ضوافرك. لازم ضوافرك تكون نظيفة وتشيلي منها كل الطين او العفر اللي بيبقى في الضوافر من جوه، علشان لو هتطوليها وتسيبيها وحشة لا خالص، يبقى تقصيها احسن. يبقى اهم حاجة عشان نظافتك يا جماعة او نظافتكم الشخصية، لازم ان انتوا تكون ضوافركم متظبطة وشايلين كل حاجة فيها وحشة بتعطروا جسمكم تمام. تعالوا نشوف بعد كده الحاجة اللي بعد دي. انا لو ما عنديش مثلا مخمرية ممكن احط بادي لوشن، ده ما كانش غالي خالص، ده تقريبا كان ب30 جنيه او ب25 جنيه مش فاكرة تمام. ريحته تحفة، واقول لكم هو بيتحط ازاي دلوقتي. بالشكل ده هنفتحه طبعا، وهناخد الحتة اللي احنا عايزينها طبعا علشان بصوا انا خلصت كمية قد ايه، فعلى ما ينزل هياخد وقت طويل، فاحنا بنحط بصوا هنزله واوريهولكم اهو يا جماعة. هنفتحه بقى وناخد الحتة اللي احنا عايزينها ونحطها على الجلد بتاعنا بالشكل ده، على ايدينا كده او على دراعنا او على رجلينا او على اي حاجة، وهنبتدي ان احنا ندلك حلو. بتدي ريحة حلوة قوي وبتفضل ثابتة كمان. اهم حاجه بعد كده مرطب الشفايف، ان انت ترطبي شفايفك وما تخليهاش مشققه، والكلام ده حلو قوي وهتخلي. هنا بقى نشوف مرطب الشفايف ده شكله بيبقى عامل ازاي. طبعا انا باخد بصبعي علشان هو خلاص خلص، شايفين خلص. شايفين اللون يا جماعه؟ لحظه ايد الفلاش، شايفين اللون بيبقى عامل ازاي؟ هنحطه بقى على الشفايف، ده بيرطب جدا وبيدي جلاس وبيدي لون، حاجه في منتهى اللذاذه بجد، جربوه. وطبعا ده في البيت، ما ينفعش تخرجي بيه علشان خاطر انتي مسلمه يا حبيبتي. جايبالكوا بقى وصفه يا جماعه خطيره والله العظيم. عايزه اقول لكم انا هاخد الغطا ده بس كده علشان انا كنت مجربه الوصفه دي قبل كده، فهاخد الغطا احط لكم فيه الوصفه، بتقل الرموش وهتستبدلي الماسكارا بالوصفه دي قسما بالله خطيره. انا مجرباها، انا ما بحطش ماسكارا خالص لان الماسكارا بتوقع لي رموشي، واي حاجه بحطها على حواجبي او رموشي بتوقعها لي.
فالوصفة دي انا جربتها خطيرة، وبتطول الرموش وبتسمرها وبتقلها حرفيا، وبتخليها ثابتة كده اكنك حاطة مسكرة بالظبط. طيب الوصفة دي عبارة عن ايه؟ انا جبت الغطا ده كان عندي، تمام. جل الصبار، جل الصبار حلو قوي، بيشيل الانتفاخات تحت العين. انت ممكن بعد ما تاخدي الشاور بتاعك او هتيجي تنامي تحطي جل الصبار تحت عينيكي، حلو خالص يا جماعه، حلو قوي بجد. طيب انا عايزه وصفه الرموش بقى، بحط يعني حته كده من جل الصبار، تمام. المكون التاني هو الفازلين او اي زيت عندك اللي هو بتاع الترطيب، زيت مثلا جوز الهند، زيت الجوجوبا، اي حاجات من دي، او زيت الجليسرين حتى. انت بتحطي الحاجات دي على جل الصبار، تمام، وبالبرش كده وبتحطيهم على بعض. عايزه اقول لكم بتخلي الرموش حاجه في منتهى اللذاذه، اكنك حاطه مسكره بالظبط، وهتستغني عن المسكره. وتقدري كمان تحطي الوصفه دي وانت في البيت علشان تطول لك رموشك. بقى على على الفرشة بتاعة الماسكارا دي حطيت فازلين، وهنا جل الصبار، تمام. هندعكم، بصوا هندمجهم كلهم في بعض كده، مش هيبقوا باينين اصلا من الغطا. طيب وبعدين هتبتدي ان انت تحطي على رموشك او حواجبك. بصوا بتخلي الرموش ثابته ثبات فظيع بجد. اهو ده بقى شكلها، يا رب تكونوا شايفين بس، تمام. هبتدي بقى ان انا احطها على رموشي، بتخليها خطيره يا جماعة. والله دي تاني مرة اجرب الوصفة فيها، حرفيا انا لسه مكتشفاها قريب من الجل الصبار واي زيت عندك اللي هو بيرطب او الفازلين، حرفيا والله والله بجد. انا حطيتها دلوقتي، شايفين انا حطيت المكون ده على رموشي، بيطولها وبيكثفها، وهيخليكي تستغني عن الماسكارا، وانا عارفة انا بقولك ايه. طيب خلصنا كده من مرحلة الوش والضوافر والايدين والترطيب بتاع الجسم والريحة الحلوة بتاعة الجسم. هنيجي بقى للشعر. انا بستخدم زيت دابر املة، انا بستخدم النوع اللي هو بالزيتون تقريبا ده، حلو قوي يا جماعة للشعر، بيسمره. لو انتي عايزة شعرك يبقى لونه اسود بيسوده او بيسمره، تمام. وبيخليه كمان قوي، وبيخلي الشعراية شعراية متينة حرفيا، وبيخلي شعرك طبيعته ناعمة. يعني انا مجرباه، شوفوا انا لسه يعتبر جايباه، خلصت الكمية دي، هو كان مليان، خلصتها، حلوة قوي للشعر. طريقة استخدامه ان انتي هتحطي شوية من الزيت وتدعكي وتحطي في فروة شعرك، تمام. يا تستخدميه يا اللي هو يبقى حمام زيت قبل الشاور، يا تستخدميه بعد الشاور. انا دلوقتي هستخدمه بعد الشاور، بس مش هحط كمية كبيرة لان اصلا هو المفروض يتحط وبعدين تغسلي شعرك شبه حمام الزيت كده. بس انا عشان هستخدمه بعد الشاور هحط كمية صغيرة وهدلكه على شعري، مش هحطه على الفروة. امتى تحطيه على الفروة؟ لو انت هتستخدميه كحمام زيت قبل الشاور. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه اول مره تشوفوني، وسلام.